بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن محصول القرنبيط، زي محصول الكرنب ومحصول الخس. طيب، باستثناء هنتكلم عن القرنبيط النهارده اللي بيزرع على 3 عروات. العروة الأولى عروة صيفي، تزرع بذور في 20/4 ل20/6، اللي هو شهر إبريل مايو يونيو. والعروة طبعا وفي الأراضي المستديمة بطول 15 سنتي في شهر 1/6 حتى 15/8. ماشي. العروة الطوبي اللي هي تزرع بذور في شهر 6 و7 اللي هي يونيو يوليو، وأرض مستديمة في 15/7 إلى 30/8 اللي هي يوليو أغسطس. العروة أمشيري بذرة في 15 أغسطس اللي هو 15/8. في الأرض المستديمة يزرع في 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، يعني 15/9 ل 15/10. الإنتاج يكون في شهر 2 و3. سليم، 2 و3. كمية التقاوي اللازمة لفدان القرنبيط طبعا من 8000 إلى 9000 شتلة على الفدان، حوالي من 40 ل 43 صينية شتلة. الشتلة طبعا بتبقى في صينية 209 عين. بذور المشتل تحتاج إلى 250 جرام إلى 350 جرام شتلة. 250 إلى 350 بذور. طيب، مشاتل الخس والكرنب والقرنبيط طبعا بتبقى في أرض صفراء خفيفة، تحرس جيدا وتخطط من 12 إلى 14 خط في الأسطين. دي الأراضي السمراء. سليم. تزرع في الطرف الثلث العلوي من الخط، وتردم تراب على البذور طبعا 1 سنتي رمل أو تراب. طبعا تزرع الصواني أو الشتلات في الأراضي الخفيفة زي الأراضي الصفراء أو الأراضي الجديدة. طبعا الراية الأولى من 4 إلى 6 يوم. الراية الأولى تكون في اليوم الرابع أو اليوم السادس. قبل التقليع أو النقل للمشتل نصوم المشتل لمدة 7 أيام. رش أرض المشتل قبل النقل ب2 ساعة إلى الأرض المستديمة. طبعا تطهير الشتلات أو البذور بالمطهر الفطري. طبعا بنحرث الأرض في الأرض المستديمة، نحرث الأرض حرث جيد 3 مرات وتسويته. في الحرثة الثالثة طبعا بنضيف الخدمة اللي 20 متر سماد محلل أو فرم كومبوست خليط من الدواجن والمواشي، زائد 150 كيلو سوبر إلى 100 كيلو كبريت زراعي، وحرث الأرض، ثم العمل خطوط أو مصاطب بمعدل من 8 ل 10 خطوط على القصبتين. طبعا ديت بتزرع يا إما في خنادق يا إما في مصاطب يا إما في خطوط في الثلث العلوي من الخط. طبعا بين الجورة والأخرى 50 سنتي. الترقيع بعد أسبوعين 2 من الزراعة. الراية الأولى من 2 إلى 3 أيام، بعد من 2 إلى 3 أيام. بعد كده دي تجرية مياه. بعد كده الري المنتظم من 10 ل 12 يوم. يحتاج الفدان إلى 4 شكاير ملح، 3 شكاير بوتاس، 25 كيلو مغنيسيوم موزعين على عدد الريات للنبات. طبعا بيحتاج إلى نترات الكالسيوم، بيحتاج إلى رشة عناصر تسميد. بعد 21 يوم يحتاج الفدان إلى 10 كيلو من البوركس أو البوريك. يحتاج إلى رشة برون، يحتاج إلى رشة حديد زنك منجنيز عناصر. طبعا تنقية الحشائش وتطهير الأرض. تنقية الحشائش باليدوي أو بالمبيدات الحشائش. تغطية القرص من الشمس بورق النبات للوقاية من الشمس، يؤدي إلى حتى لا يؤدي إلى اصفرار الأوراق. سليم. في حاجة تانية برضو يفضل في الأراضي الحامضية، يزرع في الأراضي الحامضية طبعا
المصاطب عرض 80 سنتي، 9 مصاطب أو 8 على القصبتين. في الأراضي السمراء المشتل في قيراط أرض، بتحرث الأرض طبعا بمعدل من 12 ل 14 خط على القصبتين، دي للشتلة. أما بالنسبة للمشاتل بيزرع في بطمس وفورم كومبوست وبودرة البلاط زائد السوبر زائد الملح زائد البوتاسيوم زائد العناصر، وتخلط جيدا بالماء وتملأ الصواني وتزرع البذور في كل عين بذرة أو 2. بعد كده بنبدأ نضيف عليها التراب للتغطية، وبعد كده بنرص كل 7 صواني على بعض. وبعد طبعا ما تنبت نفرتها في المشتل، بتغيب من 5 ل6 أسابيع، يعني من 35 ل 40 يوم في المشتل ويتم زراعتها. طبعا التسميد، أول تسميدة بعد 10، أول تسميدة اللي هي من 2 ل 3 أيام دي بتاخد جرعة أعفان أو منشط. الجرعة الأولى بعد 10 أيام، الجرعة التانية بعد 20، بعد 25 يوم، بعد 30 يوم، بعد 35 يوم، بعد 40 يوم، 45 يوم. طبعا بيحتاج الفدان إلى تكبيش سلفات نشادر، أو في السمادة 100 كيلو سلفات نشادر، أو تكبيش أو ري في السمادة. بيحتاج إلى برضو 100 كيلو بوتاس توضع في السمادة أو تكبيش. طبعا بيحتاج إلى السوبر المحبب أو حمض الفوسفوريك. طبعا الخف بواسطة مقص. التسميد في بعض الأصناف بتسمد لغاية 60 يوم، وبعض الأصناف التانية اللي هي دي الأصناف المبكرة. أما الأصناف المتأخرة بيتم تسميتها من 60 ل 85 يوم. طبعا مع إضافة كل فدان بيضيف له 10 كيلو بوركس على مرتين 2 أو على 3 مرات، لأن النبات ده بيتعرض لنقص البرون. ماشي. بيحتاج النبات إلى رشة برضو رشة عناصر حديد زنك منجذات طحالب بحرية زائد طحالب بحرية زائد أحماض أمينية. طبعا بعض الأمراض اللي بتصيب القرنبيط زي العفن الأبيض أو عفن الساق أو عفن الجذور أو موت البذرات، دي بنحط لها كبريت النحاس أو برمنجانات بوتاسيوم. ذبول أو اصفرار الأوراق، ده برضو بنرش له حاجة للبياض الزغبي أو البياض الدقيقي، البياض الزغبي. ومرض الساق السوداء، دي برضو أمراض بنرشها إما بياض زغبي إما بياض دقيقي. في حاجة تانية برضو تورم الجذور، دي أمراض عفان جذور. الآفات اللي بتصيب نبات القرنبيط الدودة القردة والحفار والمن والتريبس والذبابة، كل ده بمادة الأميدا كولبرايد زائد اللمباضة زائد أسيتامبرايد، ديت بتخلط مع بعضها وترش الأرض. ونتكلم إن شاء الله في فيديو تاني عن برنامج التسميد وأمراض النبات بالتفصيل.